يعني استغلتوها وهي عايشه وبعد ما ماتت برضه استغلتوها. يعني رحت لاكتر من 10 دكاتره علشان يشخصوا حالتك ويشوفوا فيك ايه، وقالوا لك روح ما عندكش حاجه، وفيهم اللي كتب لك روشتات وعمل لك اشعه وبرضه طلعت ما عندكش حاجه. والدكاتره مش عارفين عندي ايه. كشفت في كل التخصصات، بطنه وجلديه وعظام وكل حاجه، كل حاجه اللي عندي ما عملت منظار. اقول خلاص شكرا والدنيا تمام واروح اشيل بيتي واسرتي واتحمل المسؤوليه، بدل ما انا محمل الملاك اللي عندها 8 ولا 10 سنين مسؤوليه هي مش بتاعتها. مش قادر اشتغل، مش قادر احرك جشايه من مكانها. الحاجات دي بفلوس ومن فلوس عيالي. تعبني عيالي الاثنين بيشتغلوا ب 1000 جنيه في الشهر في الاسبوع، ما هي مش هياكلونا عيش. وبرضه تفضل مكابر فوق ال10 سنين ومشغل ملاك عندها 8 ولا 10 سنين من فجر ربنا لحد الساعه 4 العصر بجسد هزيل نحيل لا يتحمل اي ظرف من ظروف الحياه. لا، من بعد الفجر بيجوا مثلا الساعه 4 العصر ب 100 جنيه، وفي الاخر طالع من غيره ولا دمعه. كل اللي شغلك انك لا بتاخد تموين ولا بتاخد معاش تكافل وكرامه. ما بشتغلش، مش قادر اشتغل، ما باخدش تمويل، ما بيصرفوليش قط. بطاقه التكافل والكرامه مش راضيين يعملها لي، كل ما نعمل ورق يترفض. الحقيقه ان انا بقالي يومين بحاول امسك نفسي اتجاه الموضوع ده ومش عايز اتكلم فيه باي شكل من الاشكال كده، علشان انا مقتنع بانك لازم تتادب في حضره المبتلى. ولكن لما المبتلى ده يطلع كل يوم في جريده شكل على صحيفه شكل ويطلع يتكلم، فكان لازم ارد واقول لك لو كنا شفناك تعبان راقد في سرير هزيل بتكح حتى يا راجل، كنا قلنا الراجل ده صاحب مرض ومعلش البنت طلعت وغصب عنهم والفقر والعوزه، لكن انت خليت العوزه دي شغلانه علشان تستغل بيها ان البنت دي تفضل تشتغل من وهي صغيره. ازاي يجي لك قلب اساسا تنام في سريرك وعندك حد عنده 8 سنين خارج من الفجر ما كملش نوم، قايم جعان راكب عربيه ربع نقل مكشوفه ورايح علشان يشتغل عشان حضرتك تعبان والدكاتره قالوا لك انك مش تعبان وعلشان المدام ما بتطلعش تشتغل. بصي انا طول النهار نايمه، مش قادره اقوم اصلا. تعبان انك تخرج تشتغل، لكن لا حضرتك ولا المدام تعبانين في انكم تخلفوا حد بعد بسمله زي الولد الصغير ده والحد التاني اللي لسه مخلفينه من 4-5 شهور. بسمله تطلع من الفجر علشان تجيب لكم ال100 جنيه وانتوا قاعدين في البيت ما بتشتغلوش على قد تخلفوا عيال علشان يلحقوا بسمله تشيل نفس الشيله اللي هي شايلاها. بتروح انت وبسمله كل يوم؟ وبعت لي ابويا كان المستشفى، جيت في العربيه وديتها عند انا سعيد. دورت لك في كل الفيديوهات علشان اطلع لك مبرر واحد يخليك نايم في سريرك ومطلع ملاك زي دي تشتغل من فجر ربنا، ما لقيتش. لقيتك كل اللي شغلك بطاقه التموين، ازازه زيت وكيس سكر و5 ترغيفه في اليوم. كل اللي شغلك انك ما بتاخدش معاش تكافل وكرامه. يعني بسمله تروح وتشتغل من الفجر وتكابد علشان تجيب لك ال100 جنيه علشان خاطر حضرتك ترتاح في البيت وتخلف لها اخوات تانيين يطلعوا يشتغلوا، في الاخر يوم ما بسمله تموت وهي نفسها في كيلو مانجا ولا منجايه تدور على التعويض اللي هيجي من ورا بنتك وتصرفه. يعني استغلتوها وهي عايشه وبعد ما ماتت برضه استغلتوها. بسمله ده كان يوم اجازتها اللي المفروض ان هي ما تروحش فيه. قال لك يا بابا انا هسرح النهارده عشان يجيب لي مانجا. بما انك من الشرقيه يا ابو بسمله، شفت كم ست طالعه وهي كبيره في السن وهي على ظهرها عيال قد كده وموطيه في قلب الشمس بتشتري الرز في الاراضي؟ شفت كم واحده من الستات دي طلعت شالت صناديق على كتافها برتقان علشان خاطر تصرف على عيالها في التصدير وما شابه؟ بما انك في الشرقيه يا ابو بسمله، شفت كم واحده فرشه بجرجير وفرشه بفرش في الشارع بسيط علشان خاطر تقدر تصرف على عيالها وما تبهدلهمش؟ عارف اللي يوجع قلبك ايه؟ انك لو جيت سالت بسمله وقلت لها بسمله هو لازم تشتغلي، هتقول لك علشان اساعد بابا وعلشان اعينه وعلشان اسدد وعشان اعمل واسوي، مش علشان افرح، مش علشان اروح مدرسه، مش علشان العب مع اللي في سني. عارفين ليه؟ لان ابوها اقنعها وشربها من ساعه ما فتحت عينيها على الدنيا ان هو ده اللي لازم يتعمل. هم اللي فهموها من البدايه ان دي الحياه يا حبيبتي ودي الطبيعه، مش طبيعتك انك تلعبي وتفرحي وتعيشي سنك اطلاقا، طبيعتك انك تشتغل. انا قلت الكلام ده لوجه الله تعالى علشان حق البنت اللي راحت هدر، علشان حق البنت اللي باباها طالع يقول لك انا ما عنديش تموين وما عنديش تكافل وكرامه. يعني يبقى عندي عيل والعيل ده انا مش قادر اصرف عليه، اروح اشغله ومرمطه واروح اخلف له التاني، فما اقدرش اصرف على الاثنين، فشغله ومرمطه اسكتش، اروح مخلف الثالث اللي عمره 5 شهور علشان يعيد نفس الكره. انا مش متحامل عليك،
اقسم بالله بنتك صعبانه عليا اكتر ما هي صعبانه عليك. في النهايه لازم الكل يعرف انك مش مجبر على الخلفه، لكن لو قررت تخلف لازم تعرف انك بقيت مسؤول، ومسؤوليتك بس مش عند انك توفر له اكل وشرب وسقف يعيش تحته. الخلفه مسؤوليه والتربيه امانه، واللي مش قادر يشيل المسؤوليه لازم يفكر مليون مره قبل ما يجيب عيل يبهدله في الدنيا. ربنا يرحمك يا بسمله، وانا متاكد انك يا بنت ارتحتي. انا لله وانا اليه راجعون.